السلام عليكم وأهلا بيكم في فيلم جديد. فيلم النهاردة بيبدأ مع بنوتة اسمها رابنزل وبتبقى محبوسة في قمة برج وبتغني، وولد اسمه رايدر بينط من فوق سطح المباني مع اتنين تانيين، وبنكتشف إن هما اتنين حرامية وراحوا يسرقوا القلعة، وبيشوفهم الحراس وبيجروا وراهم. وبعدها بتظهر رابنزل وهي بتتكلم مع حرامية اسمه باسكال، وبتقوله إن هي هتطلب الخروج من الأوضة دي، وبتنادي مامة رابنزل عليها من تحت الشباك، وبتخبي رابنزل باسكال ورا الستار وتجري ترمي شعرها الطويل من الشباك، وبتطلع مامتها عليه وتدخل الأوضة، وبتحاول رابنزل تقول لها طلبها، لكن مامتها كل شوية بتقاطعها، وبتقول لها رابنزل بكرة عيد ميلاد ال 18 وعايز أشوف الأضواء المحلقة، ممكن تاخديني أشوفها؟ وبتقول لها كمان إن الأضواء دي مش بتظهر غير يوم عيد ميلادها كل سنة، وبتحس إنها مقصودة وموجهة إليها. فبترد عليها مامتها وبتقول لها إيه ده، أنت عايزة تخرجي؟ عايزة تخرجي ليه؟ أنا سايباكي هنا أعلى البرج عشان أحافظ عليكي وعلى سلامتك، أنت لسه صغيرة وضعيفة زي الوردة، مامتك تعرف أكتر منك ولازم تسمعي كلامي، العالم بره مخيف ومليان وحوش وأكلين لحوم بشر وتعابين. فبتحضنها رابنزل وبتقول لها مامتها اوعي تطلبي الطلب ده تاني وتقولي أنا عايزة أخرج، وبتنزل مامتها من الشباك مرة تانية وبتسيبها وبتمشي. وبنلاقي بعدها رايدر واقف قدام شجرة وبيبص بيلاقي صورته هو وأصدقائه متعلقة ومطلوبين للعدالة، وبيجروا لحد ما بيوصلوا لتلة، وبيطلب رايدر من أصدقائه إن هم يساعدوه يطلع على كتفهم، وبعدها هو هيمدلهم إيده ويساعدهم، لكن بعد ما بيطلع هو بياخد الشنطة اللي فيها المسروقات وبيسيبهم وبيمشي. وبيفضل يجري رايدر بعدها من الحراس وهم بيجروا وراه، وبيقع واحد من الحراس من على الحصان بتاعه وبيركب رايدر عليه، بس الشنطة بتاعته بتقع على جذع شجرة، ولما بيحاول رايدر ياخدها بيقع هو والحصان، وبيلاقي رايدر كهف فبيستخبى فيه، وبيبص الناحية التانية بيلاقي البرج اللي فيه رابنزل، وبيطلع رايدر البرج ويدخل أوضة رابنزل من الشباك، فبتخبط رابنزل بالطاسة وبيغمى عليه، وبتاخد رابنزل بعدها تحطه جوه الدولاب، وبتبص رابنزل على شنطة رايدر فبتلاقي جواها تاج مرصع بالأحجار الكريمة، فبتاخده وبتلبسه، وبتوصل مامتها وبتقول لها إن أنا عندي ليكي مفاجأة وهحضر لك كل الأكل اللي نفسك فيه عشان مش بحب أسيبك وأمشي وأنا مزعلاك. وبتحاول رابنزل تحكي لها اللي حصل، لكن مامتها ما بتديلهاش فرصة، بتزعلها وبتقول لها أنا قلت لك قبل كده إن عمرك ما هتخرجي بره أبدا. فبتغير رابنزل كلامها وبتقول لها أنا كنت عايزة أقول لك إن أنا خلاص مش عايزة أتفرج على النجوم، بس عايزة دهان جديد للأوضة. فبتقول لها مامتها بس ده محتاج 3 أيام سفر، هتقدري تاخدي بالك من نفسك وأنا بعيد؟ فبتقول لها رابنزل ما تقلقيش أنا كده كده جوه البرج، وبتحضنها وبتحضر رابنزل لمامتها سلة أكل، وبتنزل مامتها من البرج، وبتروح بعد كده رابنزل تفتح الباب لرايدر وبتطلعه وبتحطه على كرسي وتربطه، وبيفوق رايدر وبيستغرب من منظر الشعر وبيقول ايه ده، كل ده شعر بجد؟ وبتستخبى رابنزل في الضلمة وتتكلم معاه، وبعدها بتطلع له بالراحة وبتسأله انت عرفت توصل لي ازاي؟ فبيقول لها انا لا اعرفك ولا اعرف وصلت لك ازاي، اسمحي لي اعرفك بنفسي، انا فلين رايدر. فبترد عليه رابنزل وبتقول له مين غيرك يعرف مكاني؟ فبيقول لها لحظة واحدة، وبيحكي لها ان هو كان في الغابة ودخل البرج بتاعها بالصدفة، وفجأة بيفتكر شنطته وبيقول لها انا شنطتي فين؟ فبتقول له خبيتها، وبتقول له انت عايز ايه من شعري؟ فبيقول لها يتفك واتحرر منه، فبتقول له يعني مش عايز تبيعه، مش عايز شعري؟ فبيقول لها هحتاجه في ايه يعني؟ فبتقول له انت بتقول الحقيقة؟ فبيقول لها اه طبعا. فبتقول له رابنزل لو ينفع ياخدها تشوف النجوم، فبيقول لها ان دي مش نجوم، دي فوانيس بتتنور للأميرة. فبتقول له خلاص خدني اشوف الفوانيس دي وانا ادي لك شنطتك واسيبك. فبيوافق رايدر على طول. فبتنزل رابنزل من البرج وما بتكونش مصدقة نفسها انها خرجت ولمست العشب وشافت الحياة بره اوضتها، وبعدها بتقعد تعيط عشان عصت كلام مامتها، ولكن رايدر بيقول لها ان ده جزء من النضج، عادي انك تكوني متمردة وانت مديه الموضوع اكبر من حجمه. وبتستخبى ورا رايدر لما بتشوف الشجرة بتتحرك وبتفتكرها لصوص او اعداء جايين يأذوها، ولكن بيطلع ارنب فبتتأسف لرايدر وبتقول له انا متوترة بس شوية. وبتشوف مامة رابنزل في طريقها الحصان اللي كان راكبه رايدر، فبترجع بسرعة لرابنزل وتدور عليها في كل حتة في البرج لكن ما بتلاقيهاش، وبتلاقي التاج اللي في الشنطة اللي سرقها رايدر، وبياخد رايدر رابنزل لمطعم عشان ياكلوا فيه، ولما بيدخلوا المطعم بتخاف رابنزل جدا من الناس اللي بتبقى موجودة جوه، لكن رايدر بيساعدها تعدي وسطهم، ولكن الناس بيقفلوا الباب عليهم أول ما بيعرفوا إن رايدر مطلوب للعدالة، وبيبقوا اتعرفوا عليه من الصورة، وبيتخانقوا الناس مين فيهم يسلموا وياخدوا المكافأة، وبتفضل رابنزل تضرب فيهم بالطاسة بتاعتها وبتطلب منهم إن هم يسيبوه، وبتفضل تقول لهم سيبوه ياخدنا أشوف الفوانيس اللي بتنور، ده حلم حياتي، انتوا عمركم ما حلمتم بحاجة أبدا ونفسكم تحققوها. فبيرد عليها واحد منهم ويقول لها أنا رغم شكلي البشع ولكن نفسي أبقى عازف بيانو، وبتخيل نفسي وأنا على منصة وبعزف لموت. وبيسأل الراجل رايدر أنت حلمك إيه؟ فبيقول له أنا حلمي يبقى عندي جزيرة وفلوس كتير. وبتقول له بونسل أنا حلمي أشوف الفوانيس المضاءة. وبعدها بتدخل مامتها المكان وبيدخل الحراس يدوروا على رايدر، لكن بيستخبى هو وروبونزل تحت الترابيزة، وبيدخلوا نفق ويهربوا من خلاله،
باله، وبيدخل الحصان يوري الجنود النفق ويقرر يدخل علشان يدوروا على رابنزل ورايدر، وبتجري رابنزل ورايدر لحد ما بيوصلوا المنحدر، وتنط رابنزل وتتعلق بشعرها من الناحية التانية وبتمد شعرها عشان تنقذ رايدر، وبينهار الجسر ويفضل مية وبتغرق الدنيا، وبيتحبسوا هما الاتنين جوه كهف مليان مية، وبتعيط رابنزل وتتأسف لرايدر وتقول له ان دي غلطتها، وبيقول لها انه اسمه الحقيقي يوجين، وبتقول له رابنزل ان شعرها مسحور وبينور كل لما بتغني، وبتبدأ رابنزل تغني وشعرها ينور، وبيوصلوا للباب اللي بيخرجوا منه، وبتوصل مامة رابنزل لاخر النفق وما تلاقيش رابنزل، لكن بتلاقي اصحاب رايدر وبتديلهم التاج، وبتقول لهم ان هم لو ساعدوها هتديهم حاجة اغلى من التاج، وكمان هياخدوا بطارهم من فلين رايدر، وبيجرح رايدر ايده فبتعالجه رابنزل بشعرها المسحور، وبتقول له ان ده السبب ان هي ما خرجتش من البرج من صغرها، لان والدتي قالت لي الناس هتقص شعرك المسحور وتاخده وساعتها هيفقد قواه السحرية، وبيحكي لها رايدر قصته وبيقول لها انه اختار الاسم ده لنفسه لانه اسم بطل قصص كان بيقراها وهو صغير، وكمان انه فقير ويتيم، وبتقول له رابنزل ان عاجبها يوجين اكتر من رايدر، وبتظهر مامتها فجأة وبتقول لها احنا لازم نرجع البيت حالا، وبتحاول رابنزل تفهم مامتها انها مش عايزة ترجع وانها معجبة برايدر، ولكن رابنزل بترفض الرجوع مع مامتها، ومامتها بتقول لها خليكي معاه، وبتديها التاج وبتقول لها ما ترجعيش تبكي بقى. وبيرجع رايدر بعد ما جمع حطب عشان يولع نار، وبتراقبهم مامة رابنزل من بعيد ومعاها اصحاب رايدر، وتاني يوم الصبح بيظهر الحصان بتاع الحراس، وبيحاول ياخد رايدر، لكن رابنزل بتهدي الحصان وتلعب معاه وتحضنه وتتكلم معاه، وبتقول له النهارده يوم مميز عندي، ممكن تسيبه 24 ساعة بس وبعد كده اقبض عليه براحتك، وبتروح رابنزل والحصان ورايدر لساحة مليانة ناس، والاطفال بيضفروا رابنزل شعرها، وبتجمع ناس وتقعد ترقص وسطهم، وبتركب رابنزل ورايدر مركب، وبتقول له انها خايفة جدا ومش عارفة ممكن يحصل ايه لو حلمها ما اتحققش، وحتى لو اتحقق مش عارفة هتعمل ايه بعدها، فبيرد عليها رايدر ويقول لها لو اتحقق دور على حلم جديد، وبيخرج الملك والملكة وينوروا فانوس ويطيروا، وبتشوف رابنزل الفانوس في السما وبتفضل بصاله، وبتلاقي فوانيس كتير بتطير وهي منورة، فبتنبهر وبتفضل مصدومة وهي شايفة حلمها بيتحقق قدامها، وبتطير هي كمان فانوس مع رايدر، وبتقوله انها فضلت طول السنين دي خايفة بس خلاص من دلوقتي ما بقتش خايفة، وبيشوف رايدر صحابه من بعيد وما بيرضاش يقول بس لها، بيقول لها ان هو رايح يخلص حاجة وراجع، وبياخد معاه الشنطة ويروح لهم، وبيقول لهم خدوا التاج خلاص انا مش عايزه، بس هما بيقولوا له خلاص احنا مش عايزين التاج، احنا عايزين الاغلى من التاج، احنا عايزين رابنزل، وبيروح رابنزل وبيقول لها ان هو خد التاج وسابها ومشي، وبتحاول رابنزل تهرب وبتنادي عليها مامتها وتقول لها انا خفت عليكي ومشيت وراكي يلا بينا نهرب بسرعة، فبتقعد تعيط وتحضن مامتها وتقول لها كان عندك حق، وبيفوق رايدر بيلاقي نفسه على المركب مربوط وقدامه وبيشوفوا الحراس وبيقبضوا عليه، وبتروح رابنزل وهي زعلانة، وبتقول لها مامتها انا قلتلك العالم بره وحش، وبتنام رابنزل على السرير وبتبص للسقف وتفتكر لما كانت طفلة وتعرف انها بنت الملك والملكة، وبتعرف انها الاميرة المفقودة، وبتطلع لمامتها وتقول لها انا فهمت الحقيقة، وكان المفروض استخبى منك مش من العالم وانت مش مامتي، وبتعرف من الست دي ان رايدر هيتشنق، وبياخدوا الحراس للمكان اللي هيتشنق ولكن بيتدخل الناس اللي قابلهم رايدر في المطعم مع رابنزل ويساعدوه يهرب، وفجأة بيلاقي نفسه على ظهر الحصان، وبيفهم ان الحصان جابهم عشان يساعدوه على الهرب، وبياخد الحصان ويطير بيه على سطح المبنى وبيجري بسرعة عشان يروح لرابنزل، وبيوصل رايدر للبرج وبترميله رابنزل شعرها، ولكن بيكتشف ان رابنزل مربوطة وان الست اللي كانت بتدعي ان هي مامتها هي اللي رمت له الشعر، وبيتسام رايدر وبتترجاها رابنزل تسيبها تعالجه وهي هتوافق على اي حاجة هي عايزاها، وبتوافق الست بشرط ان رابنزل تمشي معاها، ولكن رايدر بيرفض ويقص شعرها وينتهي السحر، والست بتتحول لواحدة عجوزة وتقع من الشباك، وبتحاول رابنزل بعدها تغني عشان تساعد رايدر ولكن بتفشل، وبيقول لها رايدر ان هي كانت حلمه الجديد، وبيروح في غيبوبة، وبتقعد تعيط رابنزل وبتحضنه وبتنزل دموعها على خد رايدر، وبيظهر ضوء قوي وفجأة رايدر بيفوق، وبتفرح جدا رابنزل وبتبوسه، وبترجع رابنزل للملك والملكة اللي بيبقوا مش مصدقين ان هي قدامهم، وبتحضن الملكة رابنزل وبتعيط من الفرحة، وبيحضن الملك بنته وبيشد رايدر يحضن معاهم، وبتتجوز رابنزل من رايدر وبترجع البهجة للمملكة مرة تانية. وبس بيخلص فيلم النهاردة على كده. أهلا بيكم في الجزء التاني. بتبدأ
وبتبدأ الحكاية بتجهيزات جواز رابنزل ويوجين، والمملكة كلها بتكون بتحتفل بالخبر السعيد ده، وكل واحد بيحتفل بطريقته، وكمان بيعلقوا لهم صورة كبيرة في وسط المدينة. وجوه قاعة الفرح كان عمالين يعزفوا، والحرباية باسكال كان بيحتفل وكان بيرمي الورود في كل مكان، والحصان ماكس بيكون هو اللي شايل الخواتم. وأول ما الأميرة رابنزل بتظهر بيبدأوا عزف تاني، وبعدها بتدخل رابنزل القاعة هي وباباها. وأول لما فلين رايدر بيشوفها بينبهر بيها وبجمالها، بس بعدها بالغلط في وردة بتدخل في مناخير الحصان فبيعطس، وساعتها الخواتم بتقع منه، وبتفضل الخواتم تمشي لحد ما بتخرج بره القاعة. بس في الوقت ده الحصان ماكس بيتنح، وفلين رايدر ورابنزل بيطلبوا منه الخواتم، بس بيكونوا مصدومين عشان ما بيلاقوهاش معاه. ووقتها الملكة بتتعصب وبتزعق لماكس، وكبير الحرس هو كمان بيقول ان هيحصل معركة دلوقتي، بس بنعرف ان ده مش الحقيقة خالص، وان ماكس كان بيتخيل اللي حصل. بس للأسف الخواتم فعلا بيكونوا وقعوا منه، فبيقرر هو وباسكال ان هما يخرجوا بسرعة يدوروا عليها، وده لازم يتم قبل ما فلين رايدر ورابنزل يطلبوها منه. فبيتسحبوا فعلا بالراحة وبيخرجوا بره القاعة. ووقت ما كانوا بيجروا ورا الخواتم بيلاقوا ان كل خاتم بيروح في حتة تانية، فماكس وباسكال بيقرروا ان هما ينفصلوا وكل واحد فيهم يجيب خاتم. وباسكال ساعتها بينط في حلة الصلصة، ولما بيطلع بيخوف الناس كلها، لحد ما بعدها الذكي بيوصل للخاتم فعلا، بس بيلزق لسانه في تمثال تلج، ووقتها بيقف مكانه وما بيعرفش يتحرك. وعلى الجانب الآخر ماكس كان لسه بيجري ورا الخاتم، بس وهو بيجري خبط في عربية فيها هدوم حريمي ولبس بالغلط فستان وطاقية، وساعتها بقى جاله حصان وكان بيعاكسه، بس ماكس ما سابهوش وضربه. وفي نفس الوقت ده باسكال أخيرا بيخلص نفسه من المشكلة اللي كان فيها، بس عمل مشكلة أكبر، وهي إنه بيقع على رجل راجل، والراجل ده بيقع على الترابيزة. وساعتها بقى تمثال التلج بيطير، والتمثال لما بيقع بينزل على العربية اللي عليها ماكس، وطبعا طير ماكس وطير معاه الخاتم، بس ماكس برضه ما يقسش وركب عربية تانية وفضل يطارد الخاتم. وباسكال هو كمان لقي الخاتم بتاعه ماسك في مصباح من المصابيح، ففضل باسكال يجري ورا الخاتم عشان يحاول يلحقه، بس للأسف المصباح بيختفي وسط المصابيح دي كلها. وعلى الجانب الآخر ماكس أخيرا بينجح إن هو يمسك الخاتم بتاعه، بس أول ما مسك الخاتم فضل يخبط في طاسات الناس كانت ماسكاها، لحد ما في الآخر وقع بالعربية وطار. والمفاجأة بقى إن صوت الطاسات اللي اتخبط فيها ماكس كان نفس صوت إطلاق الحمام، وساعتها فعلا الحمام انطلق، والحمام ده كان إشارة على إن المصابيح هي كمان تنطلق، وطبعا ساعتها المصابيح هي كمان بتنطلق، وكل اللي حصل ده بيكون بالغلط أصلا، وده ما بيكونش ميعاد إطلاق ولا حمام ولا مصابيح. وباسكال ساعتها بيكون طلع مع المصابيح عشان كان لسه بيدور على الخاتم بتاعه، وأول لما أخيرا بيلاقي الخاتم بتاعه وبيمسكه الحمام كله بيهجم عليه. وماكس هو كمان بيكون لسه بيقع وبيعدي من قدام باسكال، ولما باسكال بينزل على الأرض الخاتم بيطير منه وبيفضل يتخبط في حاجات كتير، لحد ما في الآخر الخاتم بيطير وبيمسك في رجل حمامة، وبسبب خبطة الخاتم بيوقع خشبة كبيرة وبتقع على براميل العصير، والعصير بينتشر في الشوارع كلها. وكان عمال يجري ورا ماكس وباسكال وحاولوا كتير ان هما يهربوا منه، لحد ما اخيرا قدروا هما الاتنين ان هما يمسكوا في حبل ويطيروا في السما بعيد. وباسكال بما انه طاير حاول يمسك الخاتم، بس للأسف برضه ما بيعرفش، فساعتها بيستخدم لسانه وبيقدر فعلا ان هو يمسك الخاتم. واخيرا باسكال بيقدر ان هو يجيب الخاتم بتاعه، وبيكون كده اخيرا هما الاتنين جابوا الخاتمين بتوعهم. وبعد كل اللي حصل ده بيدخلوا قاعة الفرح، والمعازيم وقتها بيكونوا مخضوضين جدا من شكلهم المقرف، بس فلين رايدر بياخد منهم الخواتم وبيلبسها اخيرا هو ورابنزل، وبكده رابنزل وفلين رايدر بيكونوا اخيرا اتجوزوا رسميا. وقتها المملكة كلها بتحتفل، حتى المساجين بيكونوا فرحانين، وماكس وباسكال بيكونوا هما كمان كده عملوا اللي عليهم، واخيرا هيقعدوا عشان يستريحوا، بس بالغلط بيخبطوا في التورته وبتخرج بره القاعة. وماكس بيسمع بعدها ان فلين رايدر بيسأل على التورته، فماكس بيتنح وبيتصدم وبيقول هجيبها له ازاي دي. وبس بيخلص فيلم النهارده لحد هنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تدعمنا بلايك وتشرفنا باشتراكك في القناه لو عجبك المحتوى، ولو عندك اي استفسار او اي فيلم جديد عايز تسمعه اكتب لنا رايك تحت في التعليقات. كان معاكم عادل كامل من قناه كشك افلام، اشوفكم يوم السبت الجاي الساعه 7 على نفس القناه، هتوحشوني. سلام.